بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، الف مليون مبروك يا جماعه. ربنا كرمنا وعدينا من كمين الداخليه ببركه الكابتن عمرو بيه السوليه، الحمد لله. ويعني عايز اقول لكم طبعا ده ماتش كلاسيكي جدا للماتشات بتاع الدوريين اللي ضاعوا مننا، اللي الزمالك كسبهم اونطه وبالتحكيم. يعني الماتشات اللي من النوع ده دايما كانت هي اللي بتوقعنا، نيجي قدام فرقه صغيره ونتدب جون اونطه في اونطه ما تفهمش فيه ايه، وبعد كده كل سنه وانت طيب يا عم الحاج، احنا اتغلبنا وكل عام وانتم بخير، او اتعادلنا. او طيب المشكله كلها الاهلي بدا طبعا 4-3-3، ده بدايه الماتش، نهينا ب 4-4-2، مفيش مشكله. ملخص بس كل الهري اللي احنا شفناه في الماتش النهارده، ان يا جماعه الخير الفرقه اقسم بالله محتاجه غربله، الفرقه لازم تتغربل بالمعنى الكلمه. يا جماعه الخير الخط الهجومي، انت عندك رضا سليم نسى الكره حرفيا، رضا سليم ما عادش معانا، يعني رضا سليم ما عرفش جراله ايه، ولا دماغه ضربت خلاص، لدرجه انه بقى في العرضيات الواد محمد هاني تقريبا عضه، بقى الواد رضا سليم بيشوط العرضيات في التوته بتاع اللعيبه. يا جماعه ما ينفعش يا اخوانا، الكره بعد كده ما شاء الله يوصل لحد الستة ياردة، ما تفهمش بيعملها فين، اللي ورا ولا اللي قدام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الماتش ده بعنوان يعني انكار الذات، لعيبه الاهلي جايه تنكر الذات النهارده في الماتش ده. تلاقي حسين الشحات رايح انفراد يعوز يلعبها باك باس لورا، تشوط يباص الكره لورا لكهربا او لامام، تلاقي كهربا رايح انفراد، يا ابني شوط على طول مره واحده. لا، انا عندي انكار ذات، انا راجل طيب، انا حابب العالم وحابب زمايلي، ولازم زمايلي هم اللي يجيبوا الجون، فيلعبها باك باس برده ما تفهمش لمين، وبرده تضيع او تتقطع. طب يا جماعه انتوا بتفكروا ازاي؟ طب نكسب 3-4 وبعد كده كل واحد فيكم يعمل لنفسه القلب الطيب الحنين. الخير انتوا لكم ان تتخيلوا ان احنا الماتش ده مفيش لعيب واحد في الفرقه واقف على رجله. فلك ان تتخيل ان في اهم نقطه في الموسم ما عندكش لعيب واحد فايق، ما عندكش لعيب واحد نقدر نقول عليه ان هو مركز، مفيش لعيب واحد قادر في الفرقه كلها يشيل الفرقه. يا جماعه النهارده نزل قفشه ونزل بيلعب قفشه وامام، طبعا كولر كتر خيره بدا الماتش تمام زي الفل، وقال لك انا مش هعمل اللي عملته في الماتش بتاع الاتحاد، وان الفرقه مش هتيجي تقف قصادي، وان انا بقى مش هقعد الفرقه تتكتل وانا العب بقى مثلا بمروان واكرم، يعني اتنين بنفس كورتهم نفس طريقه اللعب واحده، فقال لك انا هلعب اتنين حريفه كوره واخلي اكرم هو اللي يقطع الكور. تمام، فكره هايله كويسه زي الفل. طبعا نجحت الشوط الاولاني ووصلنا اكتر من مره، وبرده مع ذلك اللعيبه للاسف كلها زي الزفت. نيجي الحاجه التانيه بقى يا جماعه الخير، ما ينفعش يا عم كولر، لو انا هلومك على حاجه واحده فان انا الومك انك تفضل تلعب بكريم فؤاد. كريم فؤاد مش وحش، انا مش بقول عليه في مشكله، لكن والله يا عم الحاج مش مركزه. انت لو لعبت الدبيس مش هيبقى اسوأ من كده يا عم الحاج. كريم فؤاد كل كوره بتوصل له لازم يحاول يجيبها على يمينه، وبقينا بنوصل لان احنا بنرفع كلنا سواء كريم فؤاد او حسين الشحات، الرفعات هي اسطمبه واحده، اللعيب بيجيبها على يمينه تمام، ويقوم مبصيها يقوم معليها على البعيده، لان اللعيب بطبيعته الكوره ما بتجيش على شماله، فمفيش فكره معينه نقدر ان احنا نعملها، او فكره خطره تقدر تعملها بلعيب ايمن بيلعب ناحيه الشمال. فبالتالي بقى كل المتاح قصادنا ان احنا طريقه واسطمبه الرفعات بقت الطريقه واحده. الرفعات طبعا للاسف برضو بنرفع على كهربا لوحده، مفيش غير لعيب واحد اللي احنا بنلعب عليه في ال 18، فضلنا نرفع اكتر من كوره. حتى لما بنرفع من ناحيه كريم او حتى حسين الشحات، المفروض ان رضا يضم يبقى هو على البعيده، برضو ده ما حصلش، اكتر من كوره بتترفع على الفاضي. بالنسبه بقى طبعا ان احنا في اخر دقيقه او اخر 5 دقائق من الشوط الاول لبسنا بنالتي بدون اي داعي بدون اي منطق، انت دايس على وش الداخليه، دخلتهم الجيم اونطه في اونطه بسبب بنالتي. وطبعا بنالتي انا شايف ان هو مليون المية صح، انا في وجهه نظري انا شايف ان هو صح. فطبعا ده عمل لنا مشكله. ان ايه بقى المشكله اللي حصلت يا معلم؟ ان احنا ارتبكنا، وان فريق الداخليه فاق بقى، فريق الداخليه دخل الجيم قال لك بس الفرقه دي احنا نعرف نعمل معاها النمره دي، نقدر نعقر معاها، نقدر نخطف، نقدر نتعادل، نعمل اي حاجه تمام. وكان اللي هم فكروا فيه حقيقي. طبعا كولر جه الشوط الثاني قال لك غير من بدري، الحمد لله رب العالمين، غير بفكره، بدل ما تبقى 4-3-3 غيرها ل 4-4-2، طلع حسين الشحات ونزل مودست، بقى 2 مهاجمين مودست وكهربا، على الناحيه الشمال بقى امام عاشور، على الناحيه اليمين رضا سليم اللي هو زي قلته. بس مفيش مشكله، ما رحناش بعيد، الفرقه كلها بصفه عامه ما فيهمش واحد على يوحد الله سليم يعني. جه المعلم بقى مهم ايه، وقال لك هنلعب كور عرضيه وبتاع. طبعا رضا سليم باستمراريه عرضياته اللي زي الزفت، محمد هاني ملك التوته طبعا زي ما انتم فاهمين برده معنا منه يعني، فكل الرفعات اللي من النوع ده بايظه. الوحيده اللي ظبطت مره او اتنين كان كوكا، لانه بيلعب على عدلته. بس طبعا ما اقدرش اخلي كوكا العبه باك شمال، طب ما انت يا عم خلي الدبيس عندك الاحتياطي، الماتش زي ده هيجرى ايه في الدنيا، القيامه هتقوم. بس ما فيش مشكله، ماشي يا عم الحاج.
المهم الكرة بقى مع كده في مره عشان اثباتا بس لان احنا فعلا عندنا مشكله كبيره، وانا هاجي لها الموضوع لجنه التخطيط ده بعدين. الكرة اترفعت مثلا من الناحيه اليمين، تمام ماشي، وربنا كرمنا وعدت. طيب نلعب احنا بقى مودست صلحها لكهربا. طيب كهربا يعمل ايه بقى يا معلم؟ يسيب كل الطرق اللي ممكن الكرة تيجي بيها جون ويعوز يلعبها بشماله. يا ابني ما هي لو بوش رجلك اليمين الخارجي او الداخل اي واحد فيهم جون يابا. لكن ازاي؟ انا لازم انا كهربا، لو ما كهربتش الدنيا ما هتحرق. فطبعا بقت النتيجه طبعا زي ما احنا فاهمين قاعدين بنضيع. وخد بالك كل كوره انت بتضيعها كل ده ما بيجي فوق دماغك انت، وبتتوتر اكتر وبتتعب اكتر ويبقى عندك مشاكل اكتر. عندنا ماتش الزمالك الجاي، تمام، عايزين نفوق يا جماعه الخير، عايزين نحاول نجيب في الثلاث نقط باي شكل. ده لو هم لعبوا الله اعلم هم هينزلوا ولا هيكسكسوا ولا هيخافوا ولا يستخبوا تحت السرير ولا كل واحد هيقعدوا تحت ما علينا من القرف بتاعهم، ده مش قصتنا. ايا يكن انا شخصيا ككابتن ريش انا اتمنى شخصيا والله ان الزمالك ما يجيش. انت هتقول لي ليه؟ اقول لك يا عم ريح نفسي، يا عم ريح لي 3 4 ايام ماشي حلو، بدل ما اللعيبه تنزل تلعب الماتش وتبقى جايبه اخرها. لا يا عم انا هريحهم يروحوا في بيوتهم، وابقى ريحت الدنيا شويه كام يوم قبل ما اخش في بقيه المعجنه بتاع الماتشات بتاعتي. السلام عليكم.